فإذا لم تتواجد الطبيب المسلم تذهب إلى المرء المسلم إلى طبيب مسلم أم إلى طبيب نصراني؟ لا، تذهب إلى الطبيب المسلم ولا تذهب إلى الطبيب النصراني، لأن الطبيب المسلم هذا أخوها في الإسلام سيكون حريصا عليها، يتقي الله تعالى فيها. أما هذه الطبيبة النصرانية فهذه كافرة. افترضنا مثلا أن امرأة بتولد مثلا، هتروح عند امرأة نصرانية، طيب حصل في هناك مشاكل في الولادة يعملها قيصري، القيصري بتتبنج، ما تبقاش عارفة مين اللي بيولدها ولا ولدوها ازاي، بتبنجها. ايه المانع ان هم النصارى دول يشتروا لها الرحم ويقولوا لها الرحم ده كان يحصل له انفجار، فحرصا على سلامتك عملنا المسألة دي، خلاص وتنتهي قصة. فلا ينبغي أن نأمن على ديننا، لا نأمن على نسائنا أحدا إلا من بني ديننا. الأصل مسلمة، إذا لم أجد المسلمة فعليك بمن؟ بالمسلم هو أخوك، إياك ثم إياك. تقول لا طبيبة شاطرة جدا فإذا زي لا إذا برجلها، فأحنا نتقي الله عز وجل. إذا كان الطبيب غير دين فاسق لكن هي كافرة، وبعدين ممكن هي تدخل معاها أثناء الولادة أو أثناء الكشف أي حد تاني، ممكن تكون حاطة مثلا كاميرا التلفزيون مثلا في الحضرة بتاعت الكشف، زوجها أو أي حد من الناس الوحشين بيصور، لأنها كافرة. قال الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. صح؟ إيه يعني يمنع؟ حتة بتاع في جنب كده تصور كل حاجة؟ يمنع ولا يمنع؟ لا يمنع.